في حديثه وإذا اؤتمن خان. طب انت شيء امان، اسمع ربنا بيقول عليك كده: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقنا يعني خافوا منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لمين؟ لنفسه، وجاهل بقدر الأمانة. طب انت ضيعت الامانه في ايه؟ في ان انت ما اتمرتش باوامر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده ضيعت الامانه. وبقيت من مين؟ من المنافقين اللي هم هيبقوا فين؟ في الدرك الاسفل من النار. طب انت عارف المسافه بتاع النار قد ايه؟ عمق النار يعني؟ هقول لك. سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه في الارض. سمعوا رجه كده زي ما انت بتسمعها دلوقتي بتفكر ان هو زلزال ولا حاجه. فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: صخرة كانت على حافة جهنم فانحدرت من على حافة جهنم منذ 70 خريفا فاستقرت في قاعها الآن. الله أكبر. ده أنا لو واقف على عمارة 100 دور ومسكت حجر وحفيته هينزل مسافة 5 ثواني. 70 سنة صخرة نازلة وبعدين تستقر في قاع جهنم الآن. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ده المنافق اللي هو ما بيأتمرش بأوامر الله وما بينتهكش منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي احنا بنعمله ده ناس كتير بتسأل بعضها صح ولا غلط؟ في واحد بيقول صح والتاني بيقول ايه؟ غلط. انا اقول احنا ماشيين على المنهج، على السنة عندما نقوم بتنفيذ اوامر الله واوامر رسول الله. خرجنا عن المنهج لما ما نعملش الاوامر ونبعد عن النواهي. احنا خرجنا عن المنهج. طب احنا اهل التصوف ماشيين على السنة بالظبط. الرايه بتاعتنا مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي كانت طريقه المسلمين. الزي بتاعنا هو زي اهل التصوف، اهل التقشف. كان امام الزاهدين بيقولوا عليه الامام الحسن البصري رضي الله عنه، ما كانش بيجري ورا الدنيا. لما شافوه زاهد فبيقولوا له: يا امام ما لنا نراك زاهد في هذه الدنيا، انت ما بتجريش وراها يعني. كان عنده جلابيه واحده يغسلها لما تتوسخ يغسلها ويستنى لما تنشف عشان يلبسها تاني. خلي بالكم يا اخوانا، الزهد حاجه تاني. فالامام الحسن البصري بيقولوا: احنا مش شايفينك زاهد في الدنيا، في ايه؟ قال: علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي. خلي بالك الراجل لما يفتح دكان جنب واحد تاني يشاكل معاه: ايه يا عم انت هتقطع رزقي؟ لا يا عم. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. محدش ياخد رزق حد. تاني ايه؟ قال: علمت ان عملي لن يتقنه غيري فعملت له حلو قوي. الشغله بتاعتي انا محدش يقدر يشتغلها الا انا. كنت صياد او كنت نجار او كنت سباك او كنت حداد. ليه؟ اصل سيدنا النبي قال: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، وانا بتقن صنعتي يبقى محدش يقدر يعمل اللي انا بعمله. ايه تاني؟ قال: علمت ان الله رقيب علي فاستحييت ان يراني على معصيه. ينفع ان انت تبقى شايف ان واحد بيبص عليك من خرم الباب وتعمل حاجه ما تنفعش؟ طب ازاي ان انت ما بتستحيش من ربنا سبحانه وتعالى وبتعمل كل حاجه؟ وقال تعالى في حديث قدسي: عبدي لما تجعلني اهون الناظرين اليك. انت تخاف من البني ادمين وتروح تستخبى وتاخد المحمول في ايدك وتقعد تتفرج على الحاجات اللي انت عايزها. امال ربنا فين بقى لما انت خايف من البني ادم؟ ليه ما انتش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ عبدي لما تجعلني اهون الناظرين اليك. الهي وسيدي ومولاي، يا من تجيب المضطر اذا دعاك، يا واحدا في ملكه ما له من ثاني، ويا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى وتذكرني في كل نائمة، فكيف انساك يا من لست تنساني. اما الفقرة الثانية فهي قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، أي من أرشد إلى الله وعبادة الله، خليك ماشي وراه، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يوجد في هذه الساحة المباركة شباب وآباء وأمهات وأبناء، فخلي بالكم من اللي أنا هقوله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأولانية بيقولوا وصلنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن بعد عبادة ربنا سبحانه وتعالى. الثانية بيقول وقضى ربك ألا قضاء أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن عبادته سبحانه وتعالى ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنت عارف ليه؟ عارف ليه يا حبيبي؟ لأن أبوك لما بيكبر في السن ما عادش بيقدر يقضي مصلحة، وأنت اللي بتتولى المصلحة، فبتاخد ماله وبتاخد أرضه وبتاخد المصنع بتاعه وبتاخد المصلحة بتاعته، حتى يمكن بتلبس الهدوم بتاعته وتركب الجلابية بتاعته، ولما أبوك يحتاج منك حاجة تقول له ما عنديش. اسمع، ذهب شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تذل ابوك، الناس كلها تذلك، خلي بالك، الا العقوق. قال صلى الله عليه وسلم له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. انا ببلغ وانت حر، يا تأمن يا تنفق. قال يا رسول الله ان ابي يضيع مالي، ابويا كان بيضيع فلوسي، فارسل الى ابيه وقال يا هذا لماذا تضيع مال ولدك؟ قال يا نبي الله كنت قويا وهو ضعيف، وكنت غنيا وهو فقير، فكنت لا أأبه أن أعطيه من مالي حتى أنني أخلع ثيابي وأبيعه له. يعني أبوك عايز يخلع الجلابية اللي عليه ولو ما قلتوش ويبيعها عشان يديلك اللي انت عايزه، يعالجك. فأصبحت ضعيفا وهو قوي وفقيرا وهو غني، فلما أعطاني تذللت إليه يا رسول الله، فأمسك به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من لبابيبه من هنا كده وهزه وقال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. أما الثانية فكان شاب بار بأمه، ولكنها كانت تنفق عليه من مالها الخاص، تعمل لتنفق عليه ولا تتركه يعمل حتى يكمل دراسته، وتقول له يا بني لا تعمل ولا تنشغل عن الدراسة حتى تكمل دراستك. فأخذ عهدا على نفسه مع الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل دراسته سيكد ويتعب وينفق على أمه ليجازيها ما فعلته معه. ولكن للأسف أمه ماتت، أمه ماتت قبل ما يخلص تعليمه. خلص الشاب تعليمه وبدأ كل ما يجيله قرش يتصدق بيه رحمة على أمه. ربنا يبعت له فلوس تانية يجيب ثلاجة يحطها في المسجد الفلاني. قعد يتصدق وابنه ماشي معاه، كبر ابنه بقى في الثانوية، جه في مرة من المرات داخل مسجد من المساجد لقى الجماعة بيركبوا ثلاجة، فقال لقد ركبت ثلاجات في جميع المساجد شرقا وغربا وغفلت عن هذه، اللهم ارحمني بما نسيت. وكأنه يعاقب نفسه لأنه كلما فعل شيئا وهب ثوابها لأمه.
يعاتب نفسه ان هو ازاي ما اشتريش الثلاجه دي، اشمعنى دي. واذا بعد انتهاء التركيب ينادي عليه شيخ المسجد ويقول له استاذ فلان رحمك الله ونشكرك على هذه الثلاجة. قال ولكني لم اتبرع بها. قال انها منك. قال من اين؟ فولده بجانبه قال يا ابتي لقد اهديتها للمسجد من مالي الخاص ووهبتها اليك لما تفعله مع جدتي. فظفرت عين الرجل بالدموع وقال من اين اتيت بهذا المال؟ قال يا ابتي منذ 5 سنوات وانا ادخر مصروفي وما ياتيني من العيد فاريد ان افعل لك شيئا. اسمع الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللهم اجعل ما افعله رحمة لوالدي يا رب العالمين. قولوا امين. اما الثالثة فهو فضل الام. الام ام للشهيد. الام ام للبطل. الام هي التي تربي نشأ يفيد المجتمع. الام قال فيها صلى الله عليه وسلم عندما سأله احد الصحابة يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. هذا ليس تقليلا لفضل الاب ولكنه حق الام لانها هي التي حملت وارضعت وربت وسهرت، فحقها علينا الا نغفل عنها لحظة واحدة، مش نحتفل بها مرة كل سنة. اخواتي في الله واحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعجلني بعض الاخوة الكرام ولكنني اكتفي بهذا القدر لكم جميعا واقول لحضراتكم ان الملائكة وضعت اجنحتها لحضراتكم لانكم اصبحتم طالبين للعلم. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على بعضكم او على ادناكم، وفضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم. اخر حاجة بعد اذن عم الشيخ هقولها، اقرأ الاجازة لاخونا في الله الذي اخذ عهدا على نفسه وميثاقا على ان يتبع الطريقة الرفاعية. اخينا في الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. من اهالي ميت سلسيل، من اهالي ميت مرجى سلسيل، مركز الجمالية، محافظة الدقهلية، الظافر بالعهد الشريف الرفاعي عن شيخه الشيخ منصور محمد الصامت الرفاعي، من اهالي الجهة المذكور احمد محمد شلبي شحاتة الرفاعي. وهو عن شيخه الشريف الشيخ طارق محمود ياسين محمد ياسين الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية بجمهورية مصر العربية. وهو عن شيخه المغفور له الشريف محمود احمد كامل ياسين الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية ونقيب السادة الاشراف سابقا. وهو عن شيخه ووالده المغفور له الشريف احمد كامل ياسين الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية سابقا. اخونا في الله محمد شلبي شحاتة الرفاعي، هنقول له الف مبروك ويقوم يسلم علينا كلنا ان شاء الله. وقبلناه معنا اخا وخليفة وشيخا، فليتفضل. سلم على الشيخ. الف مبروك اخي محمد، الحاقوا بالعهد الرفاعي، العهد عبد الله، ربنا يبارك فيه ويجعله اخ صالح. اهلا ومرحبا به.
انضمامه دكتور صفيه. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. المجلس وقراءة الفتح مع عم الشيخ صبري بوكال وعم الشيخ سيد. اتفضل هنا عم الشيخ سيد. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. مبارك يا ابو شلبي. مبارك يا ابو شلبي. يا حي وصاحب رسم هذه الليلة سيدي سعد الدين الجباوي. الفاتحة. إلى أبونا آدم من حواء ومن تناصر وتواصل من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، إلى كل ولي في الأرض وإلى كل مالك في السماء، إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، آل بيت رسول الله على العموم من الباب إلى المحراب أينما حلت وحلت أرواحهم الطاهرة. مولانا سيدنا الحسن، مولانا سيدنا الحسين، ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين، جد الأشراف سيدي علي زين العابدين، أمير الجيوش سيد شبل الأسود، السيدة نفيسة العلوم سيدي يحيى الأنور المتوج بالأبو الأنوار، السيدة حورية، السيدة رقية، السيدة سكينة، السيدة فاطمة النبوية، السيدة عاطقة، السيدة فاطمة بنت مولانا الإمام الحسن، آل بيت رسول الله جميعهم لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القطب الرباني المعدن الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني، نقباء وخلفاء والآخرين منه والواصلين عليه، من كان لله داعي وفي ظلام الليل ساعي، سيدي أحمد شهاب الدين الكبير الرفاعي، نقباء وخلفاء والآخرين منه والواصلين عليه، باب القبول باب الرسول البحر اللجاج المتلاطم بالأمواج المقنب أبا فراج القطب النبوي الشريف العلوي سيدي أحمد البدوي، نقباء وخلفاء والآخذين منه والواصلين عليه، أمير الأولياء ونقيبهم، عين الشريعة عين الحقيقة، شيخنا شيخ الإسلام سيد إبراهيم بن سقي القراشي، نقباء وخلفاء والآخذين منه والواصلين عليه، أحياء منه والواصلين عليه، سيد سعد الدين الجباوي، نقباء وخلفاء والآخذين منه والواصلين عليه، سيدي علي الروبي، سيدي أويس القرني، سيد أبو الحباب الأقصري، سيد عبد الحامد الكنائي، سكان الصعيد جميعهم من الجيزة إلى أسوان لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب الفرح القائم سيدي علي البيومي، سيدي علي الخواص، عم الشيخ حسن يمسك لنا شفيع ام علي، سيد الغموم الطائي، عم سيد عون الرفاعي، السادة السادات الوفائية، عم ابو حلاوة، عم ابو سمرة، سيدي موسى ابو طالب، سيدي مجاهد ابو عبد الوهاب، عم الشيخ ابراهيم ابو عبد الخالق، صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دراجنا هذا، سيد القعقاع عمرو بن عمرو التميمي، سيد محمد الاياس، سيد عمرو بن اميه، سيد عبد الله بن سلام، عم الشيخ احمد الكفافي صاحب الفرح،
اولياء الله الصالحين في بقاع الارض من مشرقها الى مغربها، اينما حلت وحلت ارواحهم الطاهره خوفا من الغلط والنسيان. اصحاب السلاسل واصحاب الدساتير كل احد باسمه، والحاضرين جميعا والقائمين على هذا الجمع المحمدي، نسأل الله تعالى بعزيز اعزاز عز عزته وبحول طول قول شديد قوته وبتأييد تحميل تمجيد عظمته ان يجعل هذا الجمع جمعا مكروما وتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ان شاء الله لا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم بارك لنا في كل الاخوه الحاضرين والقائمين على هذا الجمع المحمدي بسر النبي الكريم وسير الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من اهل السماوات واهل الاراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذو القدر الجليل والفخر العلي سيدي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم لا اله الا انت يا الله. يا ربنا يا واسع المغفرة يا ارحم الراحمين، ارحمنا جميعا اللهم امين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لأهل الذكر وأهل الفكر وأهل الطاعة على العموم، إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومشايخكم وأصحاب الحقوق علينا وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعلموا إن خير ما قلته أنا والنبيين من قبل قول الحق: لا إله إلا الله، حسبي لا إله إلا الله، ذكري لا إله إلا الله، حقا وصدقا ويقينا. قوموا إلى مجلسكم واستحبوا استقامة الصلاة، وقولوا جميعا مع بعضكم: الله ربي كريم يا دائم يا دائم الله ربي كريم
دايم دائم منان حنان منان حنان قدير خبير متكبر رحمن منان رحمن منان قدير خبير قدير خبير متكبر رحمن منان من الأول من الأول من الآخر من الظاهر من الأول من الأول من الآخر من الظاهر من الباطن من الواحد من الواجد من الماجد من الرحمن من المنان من الرحمن من المنان من الحارس من الوارث من الباعث من الشكور من الغفور من الملك القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الجبار من المتكبر من القريب من المجيب استر وليانا ارحم موتانا استر وليانا ارحم موتانا اقبل رجانا اقبل دعانا انت مولانا انت مولانا يا الله يا الله يا الله يا الله استر عيوبنا ارحم والدينا ارحم ابانا ارحم والدينا اغفر لابانا يا الله يا الله القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قالوا وما جناها يا رسول الله قال ذكر الله وقراءة القرآن قل لا اله الا الله قلها قبل ما يجينا عليك ساعة مش هتعرف تقولها قلها وانت واقف وانت قاعد وانت نايم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربي 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 من الأول من الآخر من الظاهر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
بذكري ربي اذكروني اذكركم انا جليس من ذكرني الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله الله كده عم السيد كده الله 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 صلوات الله ربي في صباح ومساء على اصل النور طه ابتداء وانتهاء. هيا يا سر المعالي اخرج نحو السماء واخلعوا الكسل وطيرا اهجروا كون الفناء. دقوا باب السماء قولوا افتحوا يا اهل السماء. ان قالوا لكم فردوا انتم من طين وماء افتحوا الباب واكشفوا كل الغطاء. ان قالوا لكم فردوا انتم من طين وماء جسمكم رمز كثيف جل عن كشف الغطاء. احسنوا ربا وقولوا نحن ابناء السماء قد هبطنا من علو امتثالا بالقضاء وسكننا الارض حينا بانتظار وابتلاء. جسمنا رمز بديع جل من سوى البناء. ذاتنا كنز ثمين اعيا فهم الحكماء. قالوا اهلا ثم سهلا انتم الخلفاء. الله 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 قلها الله قلها عشان ما تبقاش محروم من الجلسة. الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على احمد محمد نبي الهدى عدد الملائكة وعدد البشر عدد النمار واوراق الشجر عدد نخلات قطرات المطر عدد ما خلا الركع والسجود. الله 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 الله. صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد خير خلق الله احمد جاء رحمة للعبيد. الله 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 الله. اشهد يا رب اشهد يا ملائكة. الله 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 الله. برسول الله توسلنا حبيب الله توسلنا برسول الله توسلنا يحفظنا الله. الله 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 الله. اكتبوا من السعداء اكتبوا من الصالحين يا رب. خلينا ابونا وقبل فرح يا رب. قبل فرحك يا يوسف قبل فرح يا رب. ربنا يبارك فيك يا يوسف يا رب حبيبي. خليك تبارك فيك حضرة النبي
سيدي منصور الباب ابن حنا اخويا جمال واخويا عبد المنعم خليفة مقام سيدي منصور الباب يا عبد المنعم ان شاء الله حضرتك كذبت عليه وانت عارف اللي هيكذب هتكون نهايته ايه؟ مش عارف ان اللي يصلي على سيدنا النبي مرة ربه يصلي 10 عليه؟ مش عارف ان ربك قسم القيامة بينه وبينه عشان يرضيه؟ مش عارف ان ربنا عطاله الكوثر عشان اللي من امته يسقيه؟ ولا انت نسيت الكلام ده؟ طيب نسيته ليه؟ ما هو النسيان له سبب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النسيان له سبب، وكل واحد حبيبه له امارة فيه. يا عم الحاج، يا عم الحاج، الحب 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 الحب. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب الحب بإخلاص بجد. ما هو كل واحد حبيبه له أمارة فيه. انت عارف الأمارة اللي بينك وبين سيدنا النبي هي ايه؟ يلا عليك. اولا كان فيه صلاة قبل سيدنا النبي، وكان فيه حج قبل سيدنا النبي، وكان فيه صوم قبل سيدنا النبي، وكان فيه زكاة قبل سيدنا النبي. طب احنا احتاجنا سيدنا النبي ليه؟ بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. عشان سيدنا النبي يقول اقربكم مني منزلة يوم القيامة احسنكم اخلاق. يبقى الامارة اللي بينك وبين سيدنا النبي ان انت تكون حاسن الخلق. ما انتش حاسن الخلق انسى بقى. اياكش تكون انت عالم علامة، ولا يستوى عند ربنا مثقال ذرة. هتعمل عالم على مين؟ هتبيع المية في حرف السقايين؟ ده انت
هجيبه له امارة فيه، وانت امرتك في سيدنا النبي ولدك ان انت تصلي عليه. واذا صليت على سيدنا النبي في القبر راح تلاقيه، على الصراط تلاقيه، ساعة السؤال تلاقيه، ساعة اجابة الملك تلاقيه، والبحر بحر النبي ومحدش غيره يسقيه. مش ربنا قال له بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر؟ يبقى الكوثر بتاع سيدنا النبي اللي هيسقيه سيدنا النبي يسقيه، اللي يحب سيدنا النبي سيدنا النبي يسقيه. والليلة ليلة النبي يا حبايبي صلوا عليه. اصل اللي حب النبي تلقى العلامة في ابن المدد تعرفه لما تنادي عليه. ابن المدد اللي فيه حب اهل بيت النبي تعرفه اول ما تبص فيه تلاقي صلاة النبي والنادى مر عليه. اما المعيوب معيوب مهما تصلح فيه. يعني يقول لك ايه؟ اصل المحسوب محسوب ولو كل عيوب. ده كلام فاضي. المحسوب محسوب لو كل عيوب دي يبقى كلام، تبقى لعبة عيال. المعيوب ملوش مناب عند اهل البيت، انك لن تهدي من احباب. الشيء الوحيد اللي مع ربنا الرزق والعمر والحب، انك لن تهدي من احباب. لو انفقت ما في الارض ما الفت بينهم. يبقى الحب ده في قبضة الرحمن لا يعلمه الا الله. يبقى ايه؟ يبقى الحب يا حبايبي اللي الاله يسعده عز ورفع شانه، يسعده في اتنين، في لسانه واخوانه. ساعة ما ينادي المدد يحضر الكل علشانه. ابن المدد السليم صادق لو صح ايمانه. كتر صلاة النبي. الصدق في الحب احسن من 200 فدان. الصدق في الحب احسن من اي شيء كان. الصدق في الحب هو مركز الانسان. اذا الانسان ما حبش ما يختلفش عن الحيوان. قلبي بلا حب زي ارض الجدب اللي ما بتخطرش ولا نباته. الحب. كتر صلاة النبي. شو مش على ناس ما تتردش لهم دعوة. لو ناديت عليهم في نص الليل يقولوا ايوه. يغدروا بيت الطريح ويجوك على سهوة. يفكوا ايد الحديد دول ان رجال اقوى. تعالوا زور حيهم دول حبهم ثروة. ونبعد عن الاعتراض. ده الاعتراض بلوى. تشوف رجال طيبين عايشين على تقوى روحهم في العلا اقوى. كتر صلاة النبي. كتر صلاة النبي وانده لهم متهيب. اهم حاجة تكون على عهدهم ما تغيب. والمد في الحب يا سيدي له حرام ولا عيب، بس تموت تبع الرجال. تموت ايه؟ تبع الرجال. اللي يموت وما يقعدش مع راجل من الصالحين يموت ناقص الايمان. اللي يموت ما يقعدش مع واحد من العارفين يموت ناقص الايمان. سيدنا الشعراوي كان وزير ايه؟ وزير يعني وزير كبير قوي. الشعراوي اللي بيفسر القرآن بخواطر امام الشعراوي لما لقى العلم ده هو علم بس راح خد عهد على سيدي محمد بالقايد في الجزائر. الشيخ الشعراوي راح اخذ العهد على يد سيدي محمد بالقايد في الجزائر. وشيخ سيدي محمد بالقايد سيدي محمد الهبري. موقع الشعراوي. تعرف ان الشعراوي خد العهد وهو عنده 60 سنة على
علشان خاطر يلحق بركب مين؟ بركب اهل البيت. يا عم الحاج اللي عايز يخش مجلس الشعب النهارده بيدفع كم مليون وكم مليون وكم مليون. انت تخش تبقى ابن سيد احمد الرفاعي، تبقى ابن سيد عبد القادر الجيلاني، تبقى ابن سيد ابراهيم الدسوقي، تبقى ابن سيد احمد البدوي ب50 جنيه حق الكارنيه. تنتمي لمين؟ تنتمي بركب اهل البيت. طب احنا ناس هتقول ان احنا بنكذب. يعني انا اسمي محمد غازي ابقى قريب الرفاعي ازاي؟ اقول لهم اسالوا سيدنا النبي. سيدنا النبي اللي قال لنا كده. سيدنا النبي مسك سيدنا سلمان، وسيدنا سلمان كان عبد، مسكوا كده قدام الصحابه وقال سلمان منا اهل البيت، لانه حب، والحب كان صادق. فخليك صادق في حبك. الحب ينقل الانساب، الحب ينقل الانساب يا حبايبي. معلش انا كترت عليكم، كل سنه وانتم طيبين والله. الحب بينقل النسب، الحب بيعمل نقل دم، الحب بيخلي الراجل يبقى شبه اخوه لو حبوا باخلاص. الجينات بتتنقل لبعضها. يا حب يا حب، كتر صلاة النبي، كتر صلاة النبي وخليها على بالك، وخلي سيدنا النبي عندك اغلى من روحك وعيالك، عشان لما تخش القبر يرجع مالك وعيالك تلاقي سيدنا النبي ابدا. وان حضرك سيدنا النبي يبقى هنيالك. خلي صلاة النبي دايما على بالك، وخلي سيدنا النبي عندك اغلى من روحك وعيالك واموالك. هتخش قبرك يرجع ابنك بقى اللي كان بيصوت ويقول دخلوني مع ابويا، ها رايح فين يابا؟ زميله هياخدوا بقى الفرخ الشمر والعلبة السجاير، وان كان بيشرب شيشة برضه هيجيب له حجرين ويروقه عشان حزين على ابوه وعلى اللي خلفوه، ويروق دماغه وجايز يستحمى مع الست بتاعته ليلته يبقى مزاجه عال. يرجع مالك وعيالك تلاقي سيدنا النبي ابانك، لان سيدنا النبي قال يحشر المرء مع من احب. وان كنت بتحب سيدنا النبي انت مش اكرم من سيدنا النبي. لو بتحب سيدنا النبي حاجه بس، سيدنا النبي يحبك كتير قوي. فخلي صلاة النبي زادك وزوادك عشان اله السماء يبارك باولادك. لو تمشي في الظلمه تلقى ربنا ادك محلى صلاة النبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمر الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله سر أسرار الألف القطبية. الحمد لله الذي أنار الوجود بصاحب القبضة الأصلية. الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية.
صاحب الضيافة العلوية. الحمد لله الذي شفع فينا صاحب العلامات الإلهية، سر أسرار الألف القطبية، سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي نور، سيدنا النبي نور من حب النبي من فيه سر البرايا وعين المعرفة تكفيه. ما تشوف ملك الملوك لاجلي حبيبه عملي، قسم القيامة بينه وبينه عشان يرضيه. انت تقول رحمتي، انت تقول امتي وانا اقول رحمتي. شوف ملك الملوك عشان سيدنا النبي عمله، قسم القيامة بينه وبينه عشان يرضيه. واللي يصلي على سيدنا النبي مرة يصلي ربه 10 عليه. حبيبي سيدنا النبي روح الوجود سيدنا النبي، روح الفؤاد هو ملك روحي وملك قلبي من جوه. صلي يا مؤمن على اللي صلى عليه هو. صلي يا ذاكر، صلي يا اللي واقف، صلي يا اللي ماشي، صلي يا اللي قاعد، صلي يا اللي نايم على روح الوجود هو محمد المصطفى. مولاه ذاته هو خلق الجميع من الطين، وخلق سيدنا النبي من نوره هو. خلقوا الاله كمله، واول من صلى عليه هو. استضافوا لسادة سما اللي دعاه هو. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وصل سيدنا النبي هو. كانت ليلة دخلته، كانت ليلة دعوته، كانت ليلة ترحيته، كانت ليلة امضته. اللي دعا هو جبريل، اخذ حضرة النبي على القبلة اوام جوه وانصفت الانبياء، وكان الامام هو. صل على سيدنا النبي صلي. بقول لك بحب لغة العيون والكلام مدقوق، وداخل الحجرة النبوية يا ابو غازي اعرف الكلام معلوم. السر بين الحضرة والكلام مرغوب. عد الكلام يا ابو غازي وقول لي على معناه. جبريل اخذ
صفوف خلف سيدنا رسول الله، من ضمنهم 3 صفوف انبياء اولي العزم. 1124 نبي، 1124 نبي ورسول. انصفت الانبياء وكان الامام هو لما انتهى من الصلاة شوف الدلال وياه صلى بهم ركعتين على سنة خليل الله، لأن في الوقت ده ما كانش فرض علينا صلاة. جات له الإشارة جوه جبريل على باب 7 سما وقف، اللي دخل هو رأى ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى، دنت تدلى فكان قاب قوسين او ادنى، يعني كان هو معه هو. اداله اعظم شهادة ما اخدهاش غيره هو، اداله ارقى شهادة ما اخدهاش غيره هو. الكل يوم القيامة يقول نفسي ما عدا هو، يسمع نداء من الملك وإشارة له هو، اشفع تشفع وارجو ترجى وسد تعطى، خد اللي صلى عليك اسقيه وارويه من بين النعم تحية وشكر لكل محافظة اهالي الرياض، عم محمد ابو حيدر وابو سميحة وعم السيد مشروع، عم السيد مشروع وكل حبايبه ومية الوسطاني وشوق الوسطاني والقاهرة، وعم السيد عم الشيخ سيد والموالدة، وعم محمد الشراوي وكل الحبايب والمنصورة، عم الشيخ عيد وعم الشيخ حسني ومغازي.
زين أنبياء حتى الروضة النبوية بحب زين أنبياء حتى الروضة النبوية يا ملابسي أزور أشرب من زمزم مية يا ملابسي أزور أشرب من